السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل مع بعض فيديو جديد هيعجبكم ان شاء الله وهتستفادوا بيه. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. بقى لي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات لاني ما كنتش فاضية، ما كنتش عارفة انزل فيديوهات خالص. فانا لما صدقت بقى النهاردة كده الاقي نفسي هقدر اصور، رحت مصوره لكم فيديو حلو قوي. الحلة اللي انا عاجنة فيها مقاس 24. ما شاء الله الارتفاع بتاع الاسبونج حلو قوي وطالع طري معايا جميل قوي ما شاء الله. مقاس 24 دي بتاخد 4 بيضات، واطلع منها كمان تورتيتين، يعني مش واحدة بس، هطلع واحدة طبقتين وواحدة 3 طبقات. هقطع بقى كده اول طبقة على 8. شايفين الاسبونج طار ازاي؟ انا اما بيستوي بقى بخبزه من بالليل، وما بيستوي بطلعه يبرد شوية وبعدين كده احطه في شنطة واسيبه للصبح عشان. والطبقتين التانيين بقى بقطعهم على 9، يعني هي 3 طبقات، بقطع واحدة على 8 والاتنين التانيين على 9 عشان تديني ارتفاع عالي. اللهم صل على النبي، الاسبونج ده اداني 5 طبقات. الخمس طبقات ما شاء الله كلهم على 9 واحدة على 8. هقول لكم بقى على المقادير. انا حطيت 4 بيضات، حطيت كوباية سكر، حطيت كوبايتين دقيق، حطيت معلقة كيك شيف كبيرة. اللهم صل على النبي. حطيت نص كوباية مية، ولو احتجت مية تاني بحط، بس يكون المية متلجة. ايه تاني؟ معلقة محسن مليانة على اخرها متلجة، انا بحطها في الفريزر، هي ما بتمسكش ما بتجمدش، بس بتبقى ساقعة قوي، بتدي للسبونج ارتفاع حلو. معلقة على الاخر كده عشان تديك ارتفاع حلو للسبونج ما شاء الله، وطري وجميل قوي، ولا مفرول ولا اي حاجة. يبقى الحلة مقاس 24، هنحط فيها 4 بيضات، كوبايتين دقيق، نص كوباية مية، كوباية سكر، معلقة فانيليا، رشة خل او معلقة خل برضو، ومعلقة محسن كبيرة. دي كل المقادير بتاعت الاسبونج. يا رب ما يكونش بقى نسيت حاجة عشان انا دايما بنسى. عملت التورتيه دي 3 طبقات ما شاء الله، شايفين الارتفاع بتاعها عالي ازاي. الكريمة بضربها على كوبايتين مية او كوبايتين الا ربع مية، عشان الجو حر طبعا جامد اليومين دول، فما بكترش المية للكريمة بتسيح على طول. ممكن تحطي كوبايتين الا ربع احسن عشان الجو بيبقى حر. وبحط كوبايه الا ربع سكر او نص كوبايه، يعني مش دايما، ساعات بحط نص كوبايه وساعات بحط كوبايه الا ربع، حسب برضو ما الزبون بيقولك مثلا مش عاوزاها مسكره عاوزاها مظبوطه. بس دايما بياخدوا التورته اللي انا بعملها يقولوا لي ان هي مظبوطه، يعني مش مسكره او ولا دلعه او مظبوطه وحلو. يبقى احنا جلسنا اول واحده اهو ما شاء الله، الارتفاع بتاعها حلو قوي وحجمها حلو، يعني هي مش باينه كمان في التصوير. 24 تورتيه حلوه قوي، والحجم بتاعها جميل وعجبت اللي هي خدتها قوي وشكرتنا عليها، يعني كانت مفكرة ان هي تبقى صغيره. وهقول لكم بقى احنا هنبيعها بكام ان شاء الله في الفيديو، واقول لكم بقى على كل حاجه في الفيديو. يا رب بس ما بقاش ناسيه حاجه. هنجلس بقى كده، طول ما الكريمه ناعمه معاكي ومش سايحه بتعرفي تجلسي كويس والتورتيه بتظبط معاكي. القواعد دي بقى ما ببقاش لاقي قواعد عندي، فبحط على القواعد دي، رغم بتضايقني في الشغل شويه بس بمشي اموري بيها يعني. حطيت الدريبات كده، هي اللي طالبه الشكل، يعني انا مش عاملاه، كنت عاملاه على الصفحه عندي ومنزلاه، فهي طلبت زيه، قالت لي اعملي لي نفس الشكل ده. هنقسم بقى كده من النص، اللهم صل على النبي، الروزتات كده من النص. هحط بقى صوص شوكولاته، هي كلها من فوق هتبقى شوكولاته. اهم حاجه يكون البيض كبير وخارج من التلاجة عشان يديك الارتفاع اللي انت شايفاه ده. لازم أن يكون البيض كبير، البيض ما بيبقى صغير ما بيخليش السبونج يترفع معاكي، بيديكي مثلا ممكن يديكي 3 طبقات بس. لكن انا ما شاء الله السبونج مديني 5 طبقات، يعني انا هعمل تورتيه كمان من الحله دي، يعني حله مقاس 24 هطلع منها 2. هبيع ديت اللهم صل على النبي ب150، بس ممكن انتي المكان اللي انتي فيه تبيعيها ب200 جنيه، لان هي فعلا تستاهل ال200 جنيه. مقاسها كبير وارتفاعها عالي وحلو قوي، وزي ما قلت لكم هي مش باينه. وكمان كانت عندي اللنده في المطبخ بايظه، فانا كنت بصور على الاضاءه اللي هي
على الرخامة بس، يعني ما شاء الله لو كان اللندا شغالة كانت هتبان اكتر. حطيت مكعبات كده شبابيك كده دهنتها. حطيت اوريو عندي بقى اللي هو الكندي الالوان ده، ففرحانه بيه بقى عماله احط وكده. جايبه علبه فعماله ايه كل شويه احط منها. حطيت 2 صفر و2 برتقاني و2 حمر، وبعد كده حطيت كريز ابيض. دي كان شكلها النهائي، كانت رقيقه قوي وشغلها سهل خالص، يعني ما خدش معايا حاجه. بس زي ما قلت لكم انا بطلعها ب150 في المكان اللي انا فيه. انتي بقى لو عاوزه تغليها اكتر من كده مثلا 180 200، سعرها حلو قوي لو بيحتاج 200 جنيه او ب180، يعني ايه عشان خاطر برضو تكسبي زبون وكده. خلصت هشتغل بقى في التانية اللي هي طبقتين. الطبقتين دي انا هبيعها ببنة رخمة كده مش عارفة دخلت لي منين. المهم دول طبقتين على رقم 9. ما شاء الله برضو هي نفس المقاس، بس هبيعها بقى ب100 جنيه. ممكن انتي تبيعيها ب130 ب120. برضو سعرها حلو وحجمها حلو اوي، مش صغيرة يعني، ما شاء الله الحجم بتاعها كبير. هعملها بقى هي مطلوبة نص ونص كده، فطبعا انا مش هعجن سبونش تاني ابيض، رحت انا عامله لها بقى نص ونص بالكريمه، لكن السبونش شوكولاته. واتبسطت برضو بيها وشكرتني وكلمتني كمان ان هي التورتيه حلوه قوي. هحط بقى صوص فراوله وصوص شوكولاته كده بيطعم التورتيه من جوه، بيديها طعم حلو. وطبعا عشان انا ما بحشيش وكده بحط صوصات. حطيت بقى دي الطبقه التانية. هنحط برضو نص شوكولاته ونص ابيض الكريمه. يبقى ما شاء الله الحلة بتاعتك اللي انت عملتيها ب4 بيضات هتطلعلك ب250. ب250 بالسعر اللي انا ببيع بيه. لو انت غليتي شوية هتديكي سعر اكتر، يعني ما شاء الله مكسبها حلو اوي. بس زي ما قلت لكم المحسن لازم أن يكون ساقع متلج. البيض نفس الحكاية، المية، كل حاجة لازم في الصيف ده بالذات تبقى متلجة، لان الجو حر قوي. الاسبونج بيسيح زي الكريمة، لو ساح منك مش هيديك نتيجة حلوة خالص. لازم كل حاجة تبقى متلجة. ولو انا ناسي اي حاجة برضو اكتبولي في التعليقات. ويا رب افضل ان انا بقالي فترة مش برد على حد بصراحة، لاني ما كنتش فاضية حتى اصور فيديوهات. فلو ناسي حاجة اكتبولي او ادخلولي على الواتس، انا سايبه الرقم على المنتدى بس تحت شوية، يعني الرقم بعيد شوية على المنتدى. ما شاء الله بصوا التورتايه حلوة قوي وب100 جنيه، يعني 100 جنيه مش حاجة. انتي بقى عاوزة تبيعها ب120 برضه هتبقى حلوة، وب130 حلو. فالحلة خرجت لي 2 بطريقة العجن اللي انا عجنة بيها. معلقة محسن مليانة على الاخر او معلقة ونص كمان، عشان تديكي بقى الارتفاع اللي انت عاوزاه. كوبايتين دقيق، 4 بيضات، نص كوباية مية. ولو لقيتي الخليط لسه تقيل حطي مية مثلا، يعني تبقى كوباية الا ربع متلجة فيها قطع تلج كده. ورشة فانيليا ومعلقة خل ومعلقة كيك شيف. هو ده كل المقادير اللي انا محطتش نشا ولا حاجة كمان. وكوباية سكر. انا بعيد تاني المقادير عشان لو انا ناسيه حاجه. بظبط بقى التورتيه كده، ولو فيها حته مش عدله بعدلها، لان اللي هي شغلها نص ونص دي بتبقى متعبه شويه. هعملها برضو هتبقى رقيقه وحلوه قوي. هحط بقى النص ده دريبات شوكولاته، والنص التاني هحط دريبات فراوله. ده صوص فراوله اللي هو جوليو، عشان في ناس بتسألني كتير عليه. ده جوليو فراولة وجوليو شوكولاتة. بجيب الكيلو اللهم صل على النبي ب60 جنيه، لو نص ب30. هحط بقى روزتات كده، نصها برضو شوكولاتة والنص التاني ابيض. تزيينها كان رقيق قوي وشغلها حلو ما شاء الله، يعني الاتنين كانوا شغلهم حلو قوي وسهل، ما خدوش معايا اي وقت. طبعا انت في الاول بتبقى ايدك تقيله، بعد كده بقى الواحد على طول ما بياخدش وقت. يعني التورتيه دي ما بتاخدش معايا ربع ساعه هي والتانية. في لما جيت اقفلهم ما خدوش معايا ربع ساعه. هحط بقى هنا صوص كده فراولة على الوش من فوق، وهنا شوكولاته. وحسب بقى المكان اللي انت فيه، عاوزه تغلي الحاجه شويه ماشي، بس كل ما الحاجه بتبقى سعرها حلو بتلاقي مثلا الزباين بتجيلك على طول. طبعا لازم يكون حاجتك طعمها حلو نضيفه، تقدم الحاجه يكون نضيفه ما فيهاش اي لحوسه، ما فيهاش حاجه بايظه. فالحمد لله يعني بقى لنا زباين وبياخدوا مننا، وما بياخدوش ما بيشتروش اي حاجه من بره غير مني، يعني الحمد لله فضل من الله وكده.
دي كانت التورتيه بقى، وزي ما قلت لكم انا فرحانه بالكند الملون ده، فعماله احط بقى، خليه الاتنين ايه ملونين وايه ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ما تنسونيش بقى بتعليق حلو كده، وعشان انا بحب التعليقات بتاعتكم بتشجعني ان انا اصور فيديوهات. حطوا لي لايك بقى على الفيديو، واستنوني بقى ان شاء الله قريب في فيديو جديد. مع الف سلامه.